صار لي فترة عم دقلك، لا عم بتردي لا علي ولا على مكالماتي. فيني أعرف ليش؟ لك شو بدي اقول لك لقلك. لك شبك شو صاير معك؟ ليش هيك صوتك؟ امي يا اسعد، امي. لك شبه أمك، ليش ما حكيتيلي؟ لأنه أمك فيها شي كنت جيت بسرعة لعندكم. كيف بدي اقول لك وانا مو قدرانه اتنفس ولا حتى قدرانه صحصح. سلامتك، لك احكيلي شغلتيلي بالي. شبه أمك؟ لأول مرة ماما بتروح على العرس وقالت لي راجعة الساعة 8 وما رجعت. نطرتها كتير يا أسعد، قلبي حسني إنه فيها شي. دقيت لها وما كانت ترد علي. آخر شي بعت لها رسالة: أمي أنت فيكي شي؟ قالت لي لا أنت فيكي شي. قلت لها لا بس يلا تعالي اشتقت لك. وهون البنت بلشت تبكي كتير وما قدرت تكمل، وخبرها الشاب وقال لها لك الله يوفقك، كمليلي احكي شو صار. وبعدها بيجيني اتصال من أختي الكبيرة، بيقولوا لي أمك بالمشفى. ما بعرف كيف لبست ولا كيف نزلت على المشفى، وأنا عم أرجف رجف وعم أبكي. للحظة بشوفها بالإسعاف وكلها دم وجايتها أكتر من جلطة. أوف، معقول؟ شو السبب؟ ضربتها سيارة وتخيل، لك تخيل هربوا وما أسعفوها، تركوها مرمية على الأرض وهربوا وما عرفنا مين هنن ولا عرفنا شي عنهم. أوف يا الله، ليش هيك عم بيصير؟ وبالآخر شو صار بالمشفى؟ بعدين بروح لعندها وببكي وبقلها أمي قومي، لا تروحي وتتركيني، صدقيني أنا مالي غيرك يا أمي. تكمش إيدي وبتبكي وبتصرخ، وكل ما بدي روح أسأل الدكتور عليها تبكي بتعيط وما بتخليني روح. ما بتفلت إيدي وما بتتركها، تعص على إيدي وخلتني شلحها الخاتم يلي بإيدها وألبسه، والخاتم كله دم. لبسته بإيدي وأنا عم أبكي وخايفة كتير. بكيت كتير، قلت لها أمي مشان الله لا تروحي، أمي يا أمي. وهي كانت عم تبكي وعم تودعني وهي عم تبكي، ما عم تقدر تحكي لي بقلبها ولا تقدر تلفظ الكلمة، وأنا ما فيني أنسى منظرها ولا شي. وبعدها بتركها شوي لشوف الدكتور، ما بعرف شو بصيرلها. فجأة بتروح وبتتركني وبقلي أخي الكبير العمر إلك. هون وقف مخي، وقف كل شي بحياتي. بكيت وصرخت وقلت لا لا يا أمي بصوت عالي. الدنيا كلها هزت على صوتي، بكيت الدنيا كلها، الدكاترة، الممرضين، كل العالم بكيت علي. رحت لعندها قلت لها قومي يا أمي، قومي ليش تركتيني؟ صرت بوسها وشمها وضمها. أمي قومي. أضربها، تجي الممرضة بتشيلني من فوق ماما وبتقلي طولي بالك، كل الناس عم تبكي علي وأنا رح أختنق. أمي ماتت، أمي راحت يا أسعد، أمي ماتت. حبايب قلبي، هاي أكتر مرة أنا بتأثر فيها بتسجيل سردي. هاي بتكون قصة حقيقية لنفس البنت اللي هي سجلتها معي. بتكون أمها المتوفاة الله يرحمها يا رب. طلبت مني كتير نزل على اليوتيوب لقصتها. هي كتبت الكلمات وهي طبقت كل شيء، طبقت نفس القصة اللي صايرة معها بالواقع ونفس الكلمات اللي صايرة معها. طلبت مني نزلها على اليوتيوب. بتمنى كل العالم يشوفوا القصة، يسمعوا القصة اللي صارت مع البنت، ويكتبوا لها بالتعليقات الله يرحم أمك يا رب ويجعل مسواها الجنة يا رب.